سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي وصفات زيدة. وصفتنا لنهار اليوم راح تكون باردة، واللي هي عبارة عن تحلية تشيز كيك اللي توالم بزاف سهرات رمضان وسهرات الصيفية. تبعوا معايا للاخير، ما تنسوش تصلوا على سيدنا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله. هنايا نبداو في اول حاجه نحضروا الكولي فريز اللي هو عباره عن فراوله كما راكم تشوفوا، حوالي 300 غرام عندي هنا، قطعتها الى مربعات. ضفت لها حوالي 75 غرام من السكر، ما يعادل 3 ملاعق كبار، وعصرة من القرص كما راكم تشوفوا هنا. ضعتها في اناء وبقيت نحرك فيها حتى يذوب هذاك السكر شويه، يعني وتطلق الجو تاعها. ومن بعد راح نضعها فوق النار. هنا فوق النار نحركها بشويه بشويه حتى نحس بدات تتكون عندي هنا هذاك لاجولي او يعني هذاك السائل. نبقى نحرك فيه حتى يذوب السكر ونخليها تغلي. هنا كي تبدا دير لي فيها هذوك الفقاعات وتبدا تخرج لي فيها هذه الرغوه، راح نتخلص كامل من هذه الرغوه، لانه هذه هي اللي راح تخلي لي هذيك الغماله او تخليه يفسد هذا الكولي او المعجون. دائما تخلصوا منها. هنا راح نخليها فوق النار حتى تبدا تتشكل معايا فقاعات كبيره، يعني هنا راه وجد معنا. نروحوا الان لطريقه تحضير تشيز كيك التحليه تاعنا. هنا عندي هذا الاطار غلفته بالبابي اليمونتير كما راكم تشوفوا. هنا راح نضعه بجنب وراح نجيب هنا القاعده كقاعده لهذا التشيز كيك. راح نستعمل اي بسكوي، اي نوع توفر عندنا. راح نستعمل حوالي 200 غرام من البسكوي ومطحون، وراح نلموه بالزبده الذائبه. للامانه هنايا الزبدة يعني دائما تكون كمية الزبدة نصف كمية البسكوي باش تتلم عندي وتصبح عندي قاعدة متماسكة كي نكون نشكل فيها. أنا هنا استعملت 70 غرام أو أقل، ما جاتنيش متماسكة مليح لأني ما نحبش ذوق الزبدة. نبقى نلم فيها بيدي حتى تتكون عندي عجينة وتتفتت بسهولة كما شفتوا في الفيديو. نجيب إناء هنايا ونحط هذاك الإطار اللي غلفناه، وراح نوزع كامل على السطح هذاك البسكوي اللي شمخناه بالزبدة الذايبة. راح نوزعه بطريقة متساوية، نحاول كاع جميع الأطراف نسويها. هنا استعنت بلا كوبات أو أي حاجة تساعدك. اسوي الطرف ونبقى هنا نضغط بالملعقة كما راكم تشوفوا أو كأس أو باش تجيني هنايا طبقة متماسكة مليح كما راه الفيديو موضح أمامكم. هنا نبقى نضغط حتى نحسها بلي تكونت عندي هنا طبقة متماسكة. في هذا الأثناء راح ندخلها الفريجيدير تريح شوية حتى تتماسك مليح، ونروح ونحضروا مع بعض الكريمة اللي نضعها من الفوق. هنا عندي كريمة سائلة مخصصة للحلويات، فيها 35% من المواد الدسمة، يعني لازم تكون فيها 35 أو أكثر من المواد الدسمة. نبقى هنا نضرب فيها بالباتر حتى تطلع معايا، يعني هنا لازم تصبروا معاها حوالي 10 دقائق أو 12 دقيقة هكذاك حتى نتحصلوا على هذا القوام المضبوط، القوام الكريمي كما راكم تلاحظوا. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. في إناء آخر راح نجيب كمية من الجبن، يعني البتي سويس أو الجبن الماسكاربون وش كان عندكم. أنا هنا استعملت البتي سويس، الجبن هذاك فروماج ريجيم، 4 علب، يعني بالميزان تجيني 350 غرام من الجبن. راح نحلها مليح هنا بالباتر باش ما تكونليش حبيبات في الكريمه. وهنا كمنكه اضافي استعملت علبه من الياغورت بذوق الفراوله. ثاني راح نضربه معها مليح مليح حتى يدخل ويمتزج كامل معها. فوالا. وهنا كمكون اساسي يعني في تشيز كيك، يعني باش نستغناو على الجيلاتين، عندي هنا علبة من الشوكولاتة البيضاء ذوبتها على حمام مائي. لازم نذوبوها ونخلوها تبرد، لازم تخلوها تبرد. كما انا هنا وضعتها كاملة، ما تحطوهاش كاملة، حطوه بشوية بشوية واستعملوا الباتر باش تتجانس هذيك الشوكولاتة مع الخليط تاع البتي سويس هذاك الفرماج، وما تشوكاش يعني تجمد لكم. كما قلت لكم الدور تاع الشوكولاته هو اللي راح يجمد لي هذيك الكريمه وتكون متماسكه. هنا نجيب الكريمه هذيك اللي طلعتها في الاول، راح نضيف بشويه بشويه للخليط الثاني لخليط الشوكولا والفرماج. راح نضيفها لهم بشويه بشويه حتى يتجانسوا، ومن بعد راح نضيف كامل هذاك الخليط مع الكريمه السائله اللي طلعناها مع بعض.
نستعين هنا بالسباتولا فقط، راح نستغنيو على الباتور ونبقى نحرك فيها هكذا كيما راكم تشوفوا، كيما راه كلش موضح في الفيديو. هذه التحلية يعني تجي بنينة 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 وخفيفة وتمسح على القلب. هنا رحنا جبنا هذا الكولي فريز اللي حضرناه مع بعض في الاول. راح هنا نستعمل 2 ملاعق او 3. نزيدها هنا الكريمه، خليها هنا، خليتها عشوائي، مقطعه عشوائي باش نحسوا بطعم الفراوله هذاك كي نكونوا ناكلوا فيه، نحسوا بهذوك حبيبات الفراوله. هنا راح نستعمل الباتر باش يدخل لي كامل مليح، هذاك الكولي فريز يدخل لي في الكريمه حوالي 3 دقائق او 4 دقائق كامل كيما هيك. راح نحركها من تحت وفوق باش نضمن انه هذاك الفريز راهو دخل كامل في الكريمه وتجانست هذه المكونات كامل مع بعضها. فوالا هنايا راهي وجدت معايا الكريمه كيما راكم تشوفوا، خفيفه ولا كولور تاعها تبدلت، راحت للغوز كلير بما انه ضفنا لها هذاك الياغورت وهذاك الكولي فريز. هنا راح نجيب السيرسو هذاك، وراح نجيب هذيك الطبقه الاولى اللي حضرنا مع بعض، راح نضع فوقها هنايا كميه الكريمه كما راكم تلاحظوا، وراح نحاول اني نسويها مليح مليح ونعملو سطح مستوي واملس كما راكم تشوفوا كما هاك. نوزعها كامل على الاطراف في الوسط، وراح نجيب هنا لاكوبات ونستعين بها، هي اللي راح تسوي لي تعطيني سطح يعني متساوي متجانس كيما هاك كيما راكم تشوفوا. راح نتخلص من هذاك الزائد، يعني راح هنا لاكوبات تنقص لي تنحلي شويه، راح نستغنى عليها باش نضمن هنايا لا فينيسيون تاعها تكون مليحه وتكون ملسه. هذه هي فوالا. هنا راني كملتها وسويتها، راح ندخلها للفريجيدير تريح لمده ليله كامله، واللي يعني مزروب عليها يدخلها الكونجيلاتور 2 أو 3 بالكثير، وراح تكون واجده معاهم. هنا حضرتها في الليل وخليتها ليله كامله. في الصباح جبدتها في الصباح غدوه من ذاك، وجبدتها ودرت لها هذاك كولي فريز اللي حضرته في الاول. هنا طحنته ميكسيته بالبغا ميكسر برا، وكما راكم تشوفوا راح نستعملو كطبقه اخيره من الفوق. فوالا فيديو راهو يشرح نفسه، الصوره تشرح نفسها كيما راكم تشوفوا، خطوات سهله وبسيطه، ما هيش حاجه كامل كومبليكي، وتوجد يعني هي اللي تشد فيها انها تبات ليله كامله في الثلاجه. هذا هو طبعا التشيز كيك، هذه هي من شروطه باش يكون جاهز. هذه هنا حطيت كامل على السطح، سويتها مليح مليح مليح. فوالا هذا هو شكلها النهائي. احنا ندخلها الفريجيدير تريح 2 ساعات، وباش نضمن هذاك الطبقه الفوقانيه تتشد مليح. هنا كي تكونوا ديموليو فيها، الا كنتوا حطيتوها في الكونجيلاتور جيبوا سربيته وديروها في المسخون، ويعني حطوها في الحواف باش تذوب لكم شويه هذيك الزبده تاع الطبقه الاولى او الكريمه هذيك، باش تجيكم بسهوله تقدروا تنحوها كيما راكم تشوفوا انا نحيتها بسهوله. فوالا ها هو خرج مع هذاك الاطار، وراح نتخلص من هذاك البابي فيلم اليمونتير اللي راهو على الحواف. هذا هو جهز معايا كيما راكم تلاحظوا. شوفوا الطبقه التحتانيه والطبقه في الوسط، هذيك طبقه الكريمه، ودرنا لها الكولي فريز من الفوق. هنا راح نقسمها، هنا نجيبو موس يكون كبير ويعني قاطع، راح نطراسي مره الاولى برك نطراسي هاك، ومن بعد راح نغرس السكين ونقطعها بالعقل. في كل مره نروح نقطعه لازم نمسحوه السكين باش تبقى لنا التشيز كيك تاعنا يبقى نظيف وتبقى لا فينيسيون شابه. كيما راكم تشوفوا هنا قسمتها على 2، وكل نصف ثاني راح نعاود نقسمه على 2 تعطيني 4 أجزاء، وهذاك الجزء نزيد نقسمه على 2، راح نتحصل على 8 قطع متساوية مثلثات كما راهي موضحة هنايا أمامكم في الصورة.
والتزيين هنا راح نجيب عندي بيستاش مطحون، راح نحطه في الحواف في كل قطعة كما راكم تلاحظوا. هنا التزيين يبقى اختياري، واش حبيتوا تستعملوا استعملوا. انا هنا كان عندي هذا البيستاج المطحون حطيته مع الحواف، وراح نحط قطع من الفراولة نقسمها على 2 ونحطها فوق كل قطعة. فوالا هذا هو شكلها النهائي. نتمنى ان شاء الله وصفتي لنهار اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش تخلوا لي آراءكم في التعليقات. بقوا على خير، تهلاو في رواحكم، والى الملتقى في وصفات جديدة ان شاء الله. سلام.